ده مش وقت للهزيمة ولا وقت انكسار، الكلام ليه وقته. حرقة الدم اللي حصلت مش هننساها، لكن ده وقت اننا نشجع اكتر علشان الموسم ده اللي عملنا فيه كل حاجة عشان يطلع قماش في الاخر. وبالرغم من الاداء المخزي اللي حصل في نهاية الكونفدرالية، الا ان قدامكم فرصة عشان تفرحوا الجمهور اللي زعلتوه يوم السبت. وانا بس عايز اتكلم على حاجتين، اولا كده كلمتين للاعيبة الزمالك، ثانيا لجمهور الاهلي. وانا حابب ابدا بجمهور الاهلي. جمهور الاهلي كان في منه شقين، ناس بتفهم كوره وناس تانية مش بني ادمين اصلا. وانا هنا مش بتكلم على التحفيل، مع ان انا مش عارف انت بتحفل على ايه الصراحه بعد الموسم اللي انت فيه ده، وهتلعب كونفدراليه اللي انت بتتريق عليها دلوقتي بعد ما خسرت من الترجي رايح جاي برضه على ملعبك وسط جمهورك برضه، ومعاك تشكيله ولاعيبه بملايين الدولارات. انت فاهم انت وصلت ان انت كبني ادم كاتبين كصفحات طبعا اهلاويه مش اشخاص، في الصفحات الاهلاويه كاتبين لشحاته اديك ولا كسبت ولا حضرت عزا ابوك. انت فاهم احنا وصلنا في لحد فين؟ وكفايه عليهم قوي لحد كده وعلى جمهور الاهلي. خلينا نتكلم على الزمالك ولاعيبتنا. لازم تبقوا عارفين ان التاريخ عمره ما هيفتكر ان انتوا تعبتوا قد ايه، عمره ما هيفتكر انتوا قد ايه اجتهدتوا، قد ايه خسرتوا. التاريخ بيتكتب بس باللي بينتصر في الاخر. محدش هيطلع يقول اعذار، اصل القيد، اصل فلوس، اصل ما بنقبضش، مفيش الكلام ده. وقبل ما نتكلم في اي حاجه ارفع راسك يا شحاته، عارفين انك بتلعب بالرغم من كل الظروف، عارفين قد ايه انت جاي على نفسك وشايل شيله مش بتاعتك اصلا. كابتن معتمد جمال، تحيه طيبه ورحمه. يا كابتن معتمد، محدش هيشوف القهره والظروف اللي انت كنت فيها، محدش هيعرف قد ايه انت تعبت في شغلك وفي وقتك، محدش هيقدر قد ايه انت اشتغلت من غير فلوس ومن غير عقد حتى، محدش هيفهم انك بتلعب في نهاية الكونفدرالية بمحمد ابراهيم ومحمد السيد وإيشو. يا كابتن معتمد، عارفين ان وقع مننا مهدي واسماعيل وفتوح، واكبر واحد فينا هو اللي لسه بيجري، هو اللي لسه محموق وعنده دم في الملعب. 5 جمل يدور حواليهم غضب عبد الله السعيد. 1، احنا دافعنا ليه؟ 2، انتوا بتستلموا الكوره، كان الكلام للونش والاسماعيل والحسام عبد المجيد للمدافعين يعني. انتوا بتستلموا الكوره هنا بناء على ايه؟ تستلموا الكوره عشان تلعبوا الطولي، اشمعنى؟ الونش ما لعبش، لكن الونش كان موجود ساعه لما الكلام ده اتقال. فحد منهم قال له يا كابتن، ما هو احنا بنستلم بيضغطوا علينا، ما حدش بيقرب، بلعب الطويل. فعبد الله رد، ما هو انت لما تستنى وترجع 2 3 لورا بالشكل ده، انت بتجبرني انا وشحاته نرجع نلزق فيك. فلما هتلعب الطولي اللي هينزل الكوره هينزلها لمين؟ احنا اول 5 دقايق جبنا جون، ازاي احنا جبنا بالطريقه دي؟ ومحدش فيكم يقول اصل طريقه اللعب كده. ودي جمله خطيره، ودي جمله خطيره تناقش بعدين. 3 4 جمل قالهم عبد الله بنفس هذا النرف. ليه ما بنضغطش؟ ليه راجعين لورا بهذا الشكل وجابرنا نرجع نلزق فيكم؟ بتلعبوا الطوليه لمين؟ الناس اللي قدام ما بتضغطش ليه؟ وتدور الدوائر. بدأ الكلام في القصه دي اول زعيقه في ارض الملعب بعد اللي هنشوفه. اتمنى من كل جمهور الزمالك محدش يقول لي اصل مفيش فلوس، مفيش لعيبه، اصل وقف القيد. كل الكلام ده جميل، انا مقدره جدا جدا، وانا اول واحد اتكلمت عليه، ولكن انا وصلت خلاص هنا، فانا مش هعرف اسمع اي حاجه غير ان انا بكسب، وانا خلاص خسرت البطوله وخسرت كل المدخلات الماديه اللي كانت هتساعدني، فمش هينفع اخسر كل حاجه. فايوه زي ما انت سمعت كده، لازم تعرف انك هتخسر كل حاجه. فانت قدامك غير حل واحد، قدامكم 24 ساعه تنزلوا تاكلوا النجيله. عارف انكم تعبانين ومجهدين ومضغوطين بشكل لا يوصف، ولكن عايزك تحط في دماغك كل الجماهير اللي انت روحتها زعلانه وبتعيط، لازم ترد كرامتك وكرامتهم، لازم تنزل تموت نفسك في الملعب. وارجوكم مش عايز حد يطلع يتكلم في لعيبه واجهاد واصابات، زي ما قلت من شويه انا وصلت خلاص، مش هينفع بعد كل ده اخسر كل حاجه، وكلامنا بعد الماتش ان شاء الله. سلام.